كان البقال ما عندوش حضارة وبيلف الجبنة في ورقة جورنال. سيد أفندي ياكل الجبنة ويقرأ الورقة اللي كانت فيها الجبنة. بعد سيد أفندي ما كل جبنة بقى مثقف. من يوميها حب الثقافة، لقى طعمها زي طعم الجبنة البيضة، من غيرها الدنيا مش حلوة. ما علينا. سيد أفندي بعد ما بقى مثقف بقت له أفكار مختلفة. مراته بتقول له مرة: إيه رأيك في خالتي يا سيد؟ قال لها: لسانها زي السكر. قالت له: يعني إيه؟ قال لها: يعني لسانها حلو لكن مؤذي. مراته ما فهمتش. قالت له: انت بتتريق عليا يا سيد؟ قال لها: عيب انا اتريق عليكي؟ انت معلوماتك ناقصه. السكر حلو ولا مش حلو؟ قالت له: حلو. قال لها: تعرفي انه مؤذي ولا مش مؤذي؟ قالت له: السكر مؤذي في ايه؟ قال لها: ايوه، ده سؤال وجيه. اول مره تساليني سؤال وجيه من ساعه ما اتجوزنا من 40 سنه. يا سلام، 40 سنه متجوزين. مش حاجه عجيبه دي؟ مش حاجه ما حصلتش